شركه كيوي، هي شركه كيوي اتحاد مع شركه بناء. اول ما لما دخلت مصر طلعت لنا الناتج اللي هو الكيت. بس اللي قدامنا ده هو تابع لشركه حوا دايركت، يعني هو ابو حوا بقى بينافس نفسه، وراح منزل لنا حاجه اسمها جولدن كيت. اول نسخه نزلها، نزل النسخه اللي قدامكم دي اللي هي الليد اسيد مش الليثيوم. بعديها راح منزل لنا النسخه الليثيوم اللي هي السكوتر الابيض اللي قدامكم ده. الفروقات اللي انا شفتها في السكوتر ده اعتقد ان هي تستاهل فرق ال 10000 جنيه اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض. مبدئيا انت عندك هنا بتتكلم توب سبيد 90، هنا بتتكلم توب سبيد 70، يعني في فرق 20. عندك بقى الفرامل في الليد اسيد ورا كابل، في الليثيوم ورا باكم، يعني امامي وخلفي باكم، وهنا امامي باكم خلفي كابل. دي اول فروقات انا شفتها. وكمان السرعه دي حاجه كبيره. طيب ليه الشركات بتدي ضمان اكتر على الليثيوم مش على الليد اسيد؟ عشان عارفين كويس جدا مفيش شركه هتقبل ان هي تخسر فلوس، صح كده ولا انا ايه؟ ولا انا كلامي غلط؟